لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله. برزان خوش حال لواني حفصة بازده لوانا كاين تفسير قرآن بيروز بيم وخزمتان ومن بست رزامن رب العالمين وهي ودارم ايوي آزي السودي لور بقرن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. بارك خوش ويستان وكلوا أني رابش لخزمة دوات بيروزة داوين كرب العالمين باز دكاتن لدواي ويكوا رب العالمين آدم عليه الصلاة والسلام بخوي وبخيزانكي دبات بهشت لوين دري دفرمي لوين در نشتزيبن تنها لهمو خوشكاني بهش بخون تنها لو دار نبي اگر نادين ريزي او كساني كواستمتان ليكرا بلام انزا ابليس دز بوسوسه خوي دكا بهر شيويك بيتن كخوي قد دفرمي وبياني نكردي كبس شيويك وسفري دكا مهم وسوسه لو دكاتن و بيان ضلتن ما نهاكما وسوسان لو ذكاء تاوكو عورتيان بديار بك وكلواني رابط باس ماكر كخواي يقول لوي داينا بو لبو آدم وحواء هركاتيك سربيتي فرمام كان يقل مظاهر كاني كوالا سريان بديار دكيوتن لدواي سربيتي يكسر عورتيان بديار دك اوش مكاي كالبريانا لسريان لا دكوي يتر شيطانش ما بستي بوان ليبكاتن وبيان دليتن ما نهاكما ربكم عن هذه الشجرة رب پروردگارتان لبر هیچ تيقني او داري لمنع كردينا إلا تاوكو نبن ملائكة وهروها يان أو تنبن أو كسان كوا خالدين كواتا أو كسي لو دار بخوا يان دبت ملائكة يان هتا لبهجد منيه. إتر لا شك أن قبول هذه الفكرة الشيطانية يوقع في إحدى المعصيتين هما من أكبر الكبائر الاعتقادية. كواتا كاتي كوا بوشوي إبليس بوشوي وسوسي دكاتن أو فكرة شيطانية كواذا الله قال لي بخون يان دبن ملائكة يان هتا دمينينوا دار دو معصية لقبول كردني أو فكرة شيطانية دروز دبي هل يقلوانا من أكبر الكبائر العقائدية كواتا هل يقلوانا قورتين كبيرة وقورتين قناح عقائدية فإن قبل فكرة أن شجرة ذات عنصر ذاتي فعال في أن يكون ملكين كواتا أجر أوان قبول يانبي كوا خدي أو دارة أو تواناي هي أجر لي بخون بيان كاب ملائكة ديان بيان كاب كسانش خالد أجر أو قناعتين لو دروز بي فقد جعل طبائع الأشياء شركاء لله في كواتا وايلدي والعياذ بالله أو دار لا أوان دبت الشريك لبو أخواه هندب قوة والعياذ بالله. وما نظن أن آدم وزوجه قد سقطا في هذه الكبيرة الشركة. بالتأكيد آدم عليه الصلاة والسلام قال خزانكي نكوتنا أو كبيرة شركية كوا اعتقاد ينوابي. وإن تصور أن الله عز وجل هو الذي جعل في هذه الشجرة هذه الميزة الخاصة أجر واش تصور بكن رب العالمين أو تايبت منديب ودار دا كأجر بيت لي بخون دبن ملائكة ديان دبن دوكسي خالد وأنه حرم عليهما الأكل بلام لقالوا واش ليان حرام كده تاوكو نبن ملائكة تاوكو نبن كسانش خالد فقد وقع في غفلة أن الله عز وجل مطلع عليهما. أجر واتي بقن خواي قرش أو طبيعاتي بودار دا بقنا قناعات واتي لخويني أو داره بلكو خواي قرش أو طبيعات أو تواناي بيدا كأجر لي بخون دبن ملائكة دبن خالد يخو لقال واش أجر واجبي أدي خواي قرش لسريان منعي نكردي وخواي قرش مطلع نية لسريان وأقادار نية عليم بكل حركة يتحركانها وكل سكنة يسكنانها أيدي باش أقادار نينا وخوا سبحانه وتعالى أقادار بهمو حركات وسكناتيا
وأنه لو كان لهذه الشجرة هذه الميزة بخلق الله أجر بيته أو دارش أو تابت من ديشه بيتن بوك خابي بخشيبي والله لا يريد أن يكون ملكا يكون من الخالدين وخواي قرش نابي أن بابن ملائكة يأخذ حتى تابي منينه فإنه جل جلاله وعظم سلطانه لا يمكنهما من الأكل منها أجر واجبي فعلا خواي قرش أو توانا بوداري بخشيبيتن ما دام خواي قرويستي لسلم هل لي ناقر اللي يبخون هل لي ناقر اللي يبخون كواتا بهر شيويك بت ندب وأوان يعني ظاهرا بو شيوي كواتا هردو معصية أو دو معصيتا يعني وتا والعياذ بالله هرواتي يبقن دارك أو طبيعاته أو توانايه أو توشي شرك ده من والعياذ بالله بالتأكيد أو اعتقاديان نبوة وإيدو وميش واتي يبقن كوا خواي قورة أو طبيعاتي بودارة بخشية هركس تقلي بخواببتا ملائكة ياخذ ببيتا خالد بلام أجر خواي قورة كأجادارة بسريانو أجادارة هم حركات سكنيان أجر بيتو أوان ويستيج بكن لي بخون ما دام خواي قورة أجادارة لو حالتي لوانه أو طبيعتي لو داري وربقريتوا ياخذ بهالشيء وقلي نقر اللي يبخون والذي أوقعهما في هذه الغفلة كواتا بلام بآجابون لو كوا خواي قورة مطلع على سريان شدة رغبتهما بأن يكون ملكين وكفطرة إنسان زور رغبة تدا جيانش ملائكي بجيه أو بأن يكون خالدين ياخذ زور رغبته حتى بمينه ومعلوم أن شدة الرغبة تتحول إلى هوى كاتك والرغبة بروشتك زوربو هوا وآرزود لبويدتي ومن شأن الهوى أن يغشي على مراكز التفكير الصحيح كاتك وهوا وآرزوش غلبيك لسردلو دروني إنسان يتر مركزي فكر كرنا ودادا بوشيتن ويجعل الإنسان يتصرف بموجه من رغبات نفسه لا بموجه من فكره وعقله وإيمانه كاتك هوا وآرزو غلبي لكر يتر مراكزي تفكير دادا بوشي أو إنسان زيادة توجيه دبي وحركة ذكا بدافعي هوا وآرزوي نك بدافعي ميشكو دولو درونو أوي كوان ناو قناعتي داهيا لو إنسان بو طبيعاتك وهو آرزو لسري زال دبي لأن كوان رغبتيش زور برافتك ليردا إنسان توشي معصيته وناه تاوان دبي إتر ليردا زور زاران يعني دبي استيوا كسانك كباس لو حالة ذكره يعني كلمات نشياو بكار دين برانبر باب آدم عليه الصلاة والسلام كأولا وكو باب مانا بابي كمان آدم بابي همو بشريته ودوامش وكو بيغمبري شي خوايا وكو بيغمبري صلى الله عليه وسلم النبي مكلم إذن هندي كاس كلمات نشياو بكار والله لو خواردي أولا بأمان لبير نتي كواخواي قول لسرتاد فيلم إني جاعل في الأرض خليفة والله أقول أوني خوار بأمانة ذات نصر وزين لا أصلا خواي قول أو آدمو نوي آدمش كخلق ذكات لبوي كوالا سروي زويل بمرحلة وقناغي تاخكن ودا بروا وكاتك وديبات بهشتيش تاوكو بتجربو سروي زوي وأوش خواي قول سبحانه وتعالى أول وأخير كتقدير كلاو بطبيعته إنسانة كبوش شويه توشي خطأ يقدي بلام أويك وهنا باب آدم عليه الصلاة والسلام بوشي ويا بردوام نابي لسر خطأ يخوي وكو إبليس بالكو ديتن توبتك وبشمان دبتو كل كان بازك وتا آقاداري ألفاظ كان ما بين كوا كاتك وباز دا بيغمبري خوا أبو البشرية كآدم آقاداري ألفاظ كان ما بين خواي قول قدري وابك وإما بين سر زوي وقد استدل بهذا من رأى تفضيل الملائكة على الأنبياء لارتكابهما ذلك طمعا في نيل ما ذكر إذن هندق لزانان دلين أو آتش بلغي كوا ملائكة مفضل ترى لأنبياء وبيغمبران لو دلين لبروي آدم كاتك كوا بيستي لإبليس ياخذ بوسوسة إبليس كوا قوا خوادن لو دارت دت كات ملائكة هرتسند بخوي بيغمبره حزي لولي بخاتا وكبتا ملائكة كواتو بلغي لسر ملائكة برسترن لا بيغمبران بلام علماء دي كرأي بابن ردي ددنو من لم يرى هذا باحتمال أن تكون هذه الواقع قبل نبوة آدم طلعنا أو حادثة كوسر آدم هاتو كوا لو داري خوار هشتان أبو بيغمبر لبروي كادواي وهات صاروا زي أو زو أبو بيغمبر لبونا وكاني خوي كواتا أو نابت بلغة ولئن كانت بعدها فلعل آدم رغب في الملكية للقوة والشدة والقدرة كواتا
ئەگەر بێت و لەو کاتەش پێغەمبەریش بوو بیتن بەڵام حەزی لێ بۆ بتە مەلایکەت وەکو شتێکی فطری وەری مەلایکەت بەهێزن مەلایکەت توانایەکی زۆری عیبادەتیان هەیە بأن يصير جوهرا نورانيا ياخذ هر وكو خلقتكي كوالا ندرس كلا وكو وتمان لاي طبعي همو إنسان فطرة همو إنسانك شتيشي بيروزا لندرس كلا يتر وكو إنسانك حزي ليبوا كوا وكو ملائكة أم بو شوي بابرين خلق بكري ياخذ بو شوي هالسكود بكا سيوطي دليل إكليل وأنا أقول لا أزال أتعجب بمن أخذ يستدل من هذه الآية والكلام الذي فيها حكاه الله تعالى عن قول إبليس في معرض المنادات عليه بالكذب والغرور والزور والتدليس كواتا دلي أصلا سيوطي دلي أمبيم سيرة كوا كسانك أو آتبك نبالغ لسر ملائكة مفضل ترى لسر بيغمر أصلا خواهي قول كالو آتلو من دجي ريتوا أصلا أو وسوسي الشيطان لبو آدم عليه الصلاة والسلام أقل لي بخوا دبيتا ملائكة لي دبيتا ملائكة كوا أصلا همو قضيك وسوسكي الشيطان همو يدرويا كو إذا كان بلغ لسروي كوا ملائكة مفضل ترى لآدم ياخذ له بيغمبرانش كوا آدم عليه الصلاة والسلام يكم بيغمبره بهر حال بردوام دبي لباس كردني خوي قول سبحانه وتعالى باس كردني وسوسي الشيطان لبو آدم وحواء وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين أو ذا سوين ديان لو دخوا وقاسمهما أي أقسم لهما سوين ديان لو دخوا بالتأكيد أمن آموجاري كارم لبونغو أو دار بخون آموجاري كارم يتر وقاسمهما فعل قاسم من الصيغ التي تدل على المشاركة قاسمهما لمقاسمهات مقاسمة واتا أو فعل كوا لسر لفظي لسر وزن مفاعلة ديتا واتا مشاركة لبين دوكس مناقش بابلين قاسمهما قاسما أي كل واحد الآخر واتا أو سوين لو يخوار أو سوين لو يخوار أو بمعنى مفاعلة دي كواتا لو صيغاني تدل على المشاركة مشاركة لبين دوكس ولكنها قد تخرج عن هذه الدلالة بلام هندك زارج كبكاد اندري لو أو دلالة تنابخشي بركو للدلالة على المبالغة والتجديد بركو دلالة دلالة سرت مبالغة كردن لو فعلي تجديد كردن لسر أو فعلي في مضمون الحدث الذي دل عليه الفعل كواتا لردا بمعنى مشاركنا وات أو سوين لو يخوار سوين لو يخوار بمعنى مبالغة لمعنى قضيك مبالغة لمعنى أو قسمي كواتا زور زور بقسمي شي جورة سوين لو خاردن والظاهر أن عبارة قاسم من هذا القبيل وأنهما طلبا منه أن يقسم على ما ذكر لهما يعني وتا دلالة لما أنا كيدك كوازور بتندي أو سويندي لو خاردن ياخذ أوان كاتك أو زور وسيلو كردن دهوان لكر سويند بخواتا فأقسم كاذبا مفتريا يتر بدرو سويندي خوار ولم يكن لآدم وزوجه خبرة سابقة بالكذابين المنافقين المفترين يتر آدم وحواش أو خبرانية للتعامل كردن لقل كسانش منافقي دروزن لكن الله عز وجل قد حذرهما بلان خوخاي يقول تحذير كردبون لكيد بيلانو في ركان شيطان بلان بهر حال وكون دقل زاناين تردلين آدم عليه الصلاة والسلام لقل حواي خيزاني أصلا تصوريا ندكر كسيك هبي بدرو سوين بخوا وقاسمهما إني لكما لمن الناس سوين دي بخوا خوار كوا أو نصيحة آموشگاريان دكا لو كاريكا بيدي وبيان بكاتن دوي كوا بسن لو دار بخون يتر أوانيش هنده تاك بون تصوريا ندكر كسيك هبي مخلوقك هبي هنده دروزن منافق بي سوين بخوا بدرو بخوا قال ابن كثير أي حلف لهما بالله على ذلك حتى خدعهما سوين دي بخوا لبويان خوار حتى هل خلط تاندر وقد ينخدع المؤمن بالله زور زاران إيمان دارش كسوين دي بخوا لبوي دخون بي هل دخلته وكو ابن عمر خواي يقول لخوي باب الرازي بدا فرمي لا إنه كان إذا رأى من عبده طاعة وحسن صلاة لو كويلاني كهيبو أجر هيك لوان بيبيني با طاعتي شي زور تساق دكا ونوجه تساق دكا أعتقه آزادي ذكر فكان عبيده يفعلون ذلك طلبا للعتق إتر بندكاني كديانزاني ابن عمر هر بنديك بابنين نويجي تساق بكا وعبادة باج بكا
ئازاد دەکا زۆریان لەوانە بەو شێوەی خۆی نیشان دەتاوەکو ئازادی بکە فەقیلە له إنهم يخدعون ئیتر پێیان گۆ ئەوانە دەیانوێ هەڵخەڵەتێنن ئاگادار بە فقال من خدعنا بالله إن خدعنا له هەر کەسێک بە ئەڵڵا ئێمە هەڵخەڵەتێنی بۆی کەوا تاعەتێکی زۆر بکاتن لە بۆ ئەڵڵا بەوەی بێ هەڵما خەڵەتانی ئەمە لە بۆی هەڵدەخەڵەتین من خدعنا بالله إن خدعنا له سبحان الله هەتا لە عیسا دەجێڕنەوە عەلەیهی سڵات وسەلام کەەوە کەسێک لە پێش چاوی دزی دەکا لە پێش چاوی دزی دەکا ئەوش دە لۆ دزی دەکەی ئەوش سوێندی دەخۆی والله دزیم نەکردێ دەفەرمی عیسا پێی دەفەرمی تەماشاکە عیسا پێی دەفەرمی آمنت بالله وكذبت عيني إيمانا بالله هەیە چاوم بە درۆ دەخەمەوە سبحان الله کەواتە بەڕاستی ئیماندار وەکو ئیبن کەثیر دەڵێ ڕەحمەتی خوای لێبی هەڵدەخەڵەتێ کاتێکەوە کەسێک بێ و بەخوا هەڵی بخەڵەتێنی بەڵام لەگەڵ ئەوەش ئینسانی ئیماندار پێویستە تەجروبە لە بابمان ئادەم عەلەیهی سڵات وسەلام و هەروە لە پێشینی خۆمان وەربگرین وەکو ئیمامی عومەر دەفەرمی لەست بالخبء ولا الخبء يخدعني ئەم کەس هەڵ ناخەڵەتێنم بەڵام فێڵبازی ناتوانێ من هەڵخەڵەتێ ئینسانی ئیماندار پێویستە وریابیتن بەڕاستی هەڵ نەخەڵەتێ بە هەموو کەسێک دیارە ئاەتەکە یاخود ئاەتەکان ئەو بابەتە درێژە پێت دەن و نەتیجەکەمان لۆ باز دەکەن بەڵام لەوەرتەوە بووین کات دەوەستین بە پشتیوان رب العالمین لەوانەی داهاتوو دێنەوە خزمەتی وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون